احمل منين بيانات اتدرب عليها في الاكسل او الباور بي اي؟ من اكتر الاسئله اللي بتجيلي، ومهم جدا نجاوب على السؤال ده في الفيديوهات الاولى من كورس الباور بي اي عشان تبقى عارف طبيعه البيانات اللي احنا هنشرح عليها طول فتره الدوره جايبينها منين. انا هذكر لك اكتر من موقع. الموقع الاول هو Global Historical Climatology Network Daily اللي هو GHCND، وده موقع خاص بالبيانات المناخيه، الطقس و درجات الحرارة بشكل يومي. بكل بساطة لما بنيجي نكتب الاسم ده على جوجل بيفتح لنا الويب سايت اللي احنا داخلين عليه. لما بننزل تحت بنلاقي الميتا داتا، جايب لي 4 أنواع من البيانات. بكل بساطة رايت كليك على البيان اللي انت عايزه، سيف لينك از، سيف. خلاص هو كده اتحفظ معاك بصيغه تي اكس تي، يعني تكست. وده بشكل مباشر ان انت لو حابب ان انت مثلا تدخله على الباور بي اي بتقول له والله جيت داتا فروم تكست اور سي اس في، الاثنين واخدين نفس المسار. اوكي اوبن، فهتلاقيها اتحملت معاك وفتحت لك النافيجيتور ويندو. طبعا احنا مش هنتكلم بالتفصيل دلوقتي على تنظيف البيانات دي، لان ده موضوع الفيديو الجاي لما هنضغط على ترانسفورم داتا وندخل على الباور كويري ونشوف حالة البيانات اللي احنا حملناها دي شكلها ايه بالظبط. فبيتميز موقع جي اتش سي ان دي ان هو سريع الوصول. في الهوم ريبون بكل بساطة بتنزل تحت وتحمل البيانات. طب لو انا عايز القي عليها نظرة وليكن مثلا الدوكيومنتيشن، بضغط ليفت كليك. او ده مثلا ده بيانات نصية، لا محتاجين مثلا الانفنتوري، جايب لي مئات الالاف من الرز اللي انا اقدر اشتغل عليها ونشوف حالة البيانات اللي احنا بنحملها دي ايه بالظبط. ده الموقع الاول عندنا. الموقع التاني طبعا هو موقع الحكومة الامريكية، وده واحد من المواقع الجميلة جدا المحببة لقلبي، وده لان البيانات الموجودة عليه هي بيانات حقيقية. بيانات بتخص الجهات الحكومية في مجالات مثلا زي المواصلات، الطقس، الصحة، التعليم، كل الأمور دي. طيب بنوصل للبيانات ازاي؟ بكل بساطة بنضغط على ديتا، فبيجيب لي يعني اهو جايب لي 550 ألف ملف أقدر أحمله بشكل مباشر. وجايب لي طبعا تحت أنواع الملفات. هنا مثلا ده بيانات بصيغه جيسون داتا اكس ام ال، يعني الملفات الخاصه بالاكسل او التي اس في، اكس ال اس اكسل برضو. عندي سي اس في وهكذا، عندي جيسون داتا، عندي سي اس في، عندي كي ام ال او اتش تي ام ال او جيسون وهكذا، عندي زب. يعني في كوليكشن كامله لطبيعه بيانات هنقدر نشتغل عليها. مثلا ده خاص بالسيفل رايتس كوليكشن لسنه 2017 و18 وهكذا. وممكن تكتب في السيرش بوكس عندك وليكن مثلا education، فهيجيب لي بيانات خاصة بالإديوكيشن أقدر أشتغل عليها. ممكن يبقى HTML، يعني بيانات أونلاين أقدر أشتغل عليها بشكل مباشر، أو ممكن أحملها عندي على الجهاز إذا كانت مثلا CSV أو أيا كان طبيعة البيانات، أو حتى PDF. كل أنواع البيانات عندي. طيب بنحملها إزاي؟ مثلا هحمل ده إكسل، فجي قال لي الألوكيشن فور سيكشن كذا، داونلود. خلاص بيتحمل معايا. داونلود فايل، اهو الملف اتحمل معايا اكسل اصلا. داونلود فايل هلاقيه اتحمل معايا بشكل مباشر في الجهاز عندي. فده موقع data.government او .gov، ده خاص ببيانات الحكومة الأمريكية. وده زي ما قلت لكم من المواقع الجميلة جدا، لأن البيانات اللي انت بتشتغل عليها ممكن يأهلك ان انت تشتغل في القطاعات الحكومية بعد كده. ولو ربنا كرمك وجات لك فرصة في أمريكا تبقى انت فاهم طبيعة البيانات اللي انت هتشتغل عليها ايه بالظبط. عندي بعد كده our data in world او our world in data، وهو دي بيانات عالمية بتبقى متقسمة معايا على حسب الدولة والسنة. ومتقسمة معايا بقى population growth، life expectancy، poverty، impact of food. ايه طبيعة البيانات اللي انت عايز تحملها بالظبط؟ وليكن مثلا انا هحمل ال population، التعدادات السكانية. بكل بساطة فتح معايا بالشكل ده، جايب لي حالة البيانات وهو مصنفها لي هنا. جايب لي مثلا عامل لي تشارت لتشاينا وانديا واندونيسيا وباكستان ويونايتد ستيتس. يعني هو نفسه محلل لك البيانات وعرضها لك بشكل كويس، بحيث ان انت لو حابب ان انت تبص على البيانات دي بشكل سريع. طيب نحملها ازاي؟ بكل بساطة لما بننزل تحت بنلاقيه بيقول لنا داونلود داتا. فهو بيقول لك عايز تحمل ايه، الفيجواليزيشن ولا الداتا نفسها؟ لا انا عايز احمل داونلود فول داتا.
اوكي، بيحمل معايا خلاص، اتفتحت معايا، اضغط اوكي فهلاقيه اتحملت البيانات معايا بصيغة CSV اقدر اشتغل عليها بعد كده. فهو هنا جايب لنا التعداد السكاني لكل دولة على مدار السنين، وليكن مثلا هنيجي نسرش ب Egypt، فجايب لي تعداد سكاني لمصر خلال السنين كلها. فده بشكل سريع جدا نقدر نوصل فيه للبيانات ونحمل منه البيانات، اللي هو موقع Our World in Data. الموقع الثالث عندنا هو UCI Machine Learning Repository، وده بكل بساطة بمجرد ما بتدخل عليه بتلاقيه في البداية كده بيقول لك Popular Data Sets ولا New Data Sets، انت عايز حاجات مشهورة ولا حاجات جديدة، اللي انت عايزه اضغط عليه. وليكن مثلا هختار بانك ماركتينج، اوكي، داونلود، بس خلاص. ده بيتميز كمان في ان هو لو انت عايز تحمل البيانات او تدخلها في البايثون على طول import in Python، يلا على طول، تمام. فده من مميزات ال UCI Machine Learning Repository. وطبيعة البيانات اللي جواه بيانات عملاء، بيانات بنكية، بيانات طبية، عربيات، اللي انت عايزه هتلاقيه بكل بساطة. تعالى وسرش هتلاقي البيانات اللي انت عايزها بشكل سريع جدا، وهتلاقيها متصنفة عندك هنا كمان، ممكن ايه توصل لها بالشكل اللي انت عايزه. الموقع الثالث عندنا هو واحد من اشهر واكثر المواقع المعروفة الخاصة بتحميلات قواعد البيانات الضخمة، وطبعا كاجل ويب سايت. ده فيه بقى بيانات خاصة بالمبيعات والموظفين والسيارات وكل حاجة. يعني هنا هتلاقي داتا سيتس لأي حاجة ممكن تخطر على بالك، وبيانات ضخمة مش بيانات بسيطة زي ما احنا شفنا كده. البيانات مثلا خاصة بالتعداد السكاني عبارة عن 4 أعمدة بيانات بسيطة. لا لا لا، هنا في الداتا سيتس على كيجل بتبقى قواعد بيانات ضخمة، فيها بيانات، فيها طبعا مئات الآلاف من الأصفف ومئات الأعمدة، فبيبقى لا قواعد بيانات قوية جدا. طيب خلينا مثلا نختار حاجة سريعة جدا وحاجة سهلة نقدر نشتغل عليها، مثلا توب 25 250 موفيز اون IMDb in 2026، اشهر 250 فيلم لسنة 2026، داونلود، بس خلاص. هو كل المطلوب منك انك انت تسجل، خلاص تقدر تحمل البيانات بعد كده بشكل سريع جدا من خلال موقع كيجل. والموقع الاخير معايا، وده برضو من اكتر المواقع المحببة ليا لان انا بحب البيانات المالية والاقتصادية والتضخم والانفستمنت والايكونومكس، وهو موقع وورلد بانك اوبن داتا. بكل بساطة لما بنيجي هنا بنلاقي جايب لنا مئات الآلاف من البيانات. طب بنوصل لها ازاي؟ هو هنا جايب لك data and sources، فبيفتح لك حالة البيانات أو قواعد البيانات اللي عنده. خلاص يا فندم، اللي أنت عايزه بقى، أنت عايز Global Knowledge Partnership on Migration and Development Database، عايز تحملها دي لسه حتى لاست أبديت فيها كان من يومين. عايز بقى أيا كان طبيعة البيانات Poverty and Inequality Platform، اللي أنت عايزه هتلاقيه موجود هنا، وكمان هتلاقيه تقدر تحملها بشكل مباشر. بنضغط بس على علامة الداونلود وهتلاقيها اتحملت معاك بشكل سريع جدا. طيب خلال كورس الباور بي اي احنا هنشتغل على اي بيانات من البيانات دي كلها؟ في الحقيقة يعني مبدئيا كده انا هبتدي باول حاجة، البيانات اللي انا متعود عليها واللي انا درست عليها قبل من سنين، وهي الجي اتش سي ان دي. هنحمل الستيشنز وهنشتغل عليها بعد كده. وبشكل عام هتلاقيني سايب لك روابط الويب سايتس دي كلها في وصف الفيديو عشان تقدر توصل لها بشكل سريع جدا، ما تقعدش تدور عليها لا تكون كتبت كلمة غلط او الويب سايت ما تطلع له كومباتيتورز فمش هتوصل للويب سايتس الاصلي. فهتلاقيني سايب لك كل الويب سايتس الستة اللي احنا اتكلمنا عنهم موجودين عندنا في وصف الفيديو، وتوصل لهم بشكل سريع جدا.